تعالى نعمل تحدي بسيط النهارده. ايه رايك تجيب اسوأ صوره قديمه عندك تكون زي كده مثلا، وانا هخليك في اخر الفيديو ده انت بنفسك تكون قادر تخليها كده. ومش بس كده، اخر الفيديو ده هشارك معاك فكره بسيطه ازاي تقدر تحول الطريقه دي لمصدر ربح ليك. يلا بينا ما نضيعش وقت، يلا بينا. طبعا الصور القديمه غالبا بتكون باهته ومتقطعه وطبعا جودتها ضعيفه، بس احنا النهارده باستخدام برومت بسيط جدا هنقدر نرجعها جديده تماما. يلا بينا نبدا. كالعاده هنفتح اي متصفح ونسيرش على جيميناي ونختار موقع جيميناي، او زي ما انتم عارفين تقدر مباشره من الموبايل تفتح ابلكيشن جيميناي، وبعدين هنعمل كرييت ايمج وهنختار اي صوره قديمه عندنا. انا جبت الصوره دي النهارده عشان نجرب عليها، وهنحط البرومت بتاعنا. واهم حاجه في الحاجات اللي زي كده لازم يكون الوضع سينكينج، وبعدين هنضغط على السهم ده او سبميت ونستنى النتيجه. بعد التحميل تعالوا مع بعض نشوف المفاجاه. ما شاء الله الصوره رجعت جديده تماما بكل تفاصيلها زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نعمل تجربه على صوره اصعب من كده شويه. فهنعمل نيو تشات كرييت ايمج وهنختار الصوره الثانيه. زي ما انتم شايفين دي حاله الصوره متقطعه وفيها اجزاء مفقوده والريزوليوشن مش احسن حاجه، وهنختار سينكينج ونضغط على سبميت ونستناه يحمل. وبعد التحميل زي ما انتم شايفين النتيجه، الصوره رجعت جديده تماما. ايه رايك في النتيجه؟ مبهره مش كده؟ تعالى بقى اقول لك تعمل ايه عشان تحول الطريقه دي لمصدر ربح. كل اللي عليك هتعمل صفحه تقدم عليها الخدمه دي، خدمه اعاده احياء الصور، وتضيف عليها تريكايه بسيطه اللي هي ان انت تقدر تقدم ده مطبوع في برواز بسيط، وده تقدر تتفق فيه مع اي استوديو او مطبعه، ودي فكره تنفع كهديه بسيطه لاي تذكار. وبس كده، دي كانت تريكات النهارده. لو عايز البرومت اكتب لي بس اي كومنت وانا هبعته لك لغايه عندك على الخاص. لو عايز تعرف اكتر عن الذكاء الصناعي تابعني عشان لسه اللي جاي اقوى بكتير. تحياتي، امير.